مشاهدينا تشاهدون خلفي الآن عملية ردم المركبة الحفرة، تشقق جديد على يسار الحفرة تشاهدونه الآن بسبب أشغال الآلة الحافرة، وربما سيكون هناك تشققات أخرى لا قدر الله. الآن عملية سحب، الآن مباشرة عملية سحب المركبات المتبقية داخل الحفرة. كما تشاهدون الآلة الحافرة تحاول أن تسحب بعد أن ربطت المركبات المتحطمة بكابل معدني لسحبها، وبعد ذلك ستتم عملية الردم. نترككم مشاهدينا مع هذه المشاهد المباشرة، ولتأتيكم في هذه التغطية للإخبارية الأولى في الجزائر. إذا فتح الطريق كما ذكر موفد تلفزيون النهار إلى هناك. حسب آخر المعلومات تم فتح الطريق السريع الدار البيضاء زرالدا. كما كنا نتابع الأشغال لازالت متواصلة عقب الانهيار المفاجئ عبر الطريق السريع بين زرالدا والدار البيضاء على مستوى بن عكنون مساء اليوم الجمعة، والذي تسبب في سقوط 5 سيارات داخل حفرة كبيرة، وتسبب في شلل في حركة المرور. إذن محاولة إخراج المركبات التي كما نتابع سقطت في الحفرة إثر انهيار مفاجئ عبر الطريق السريع بين زرالدا والدار البيضاء. المركبة الأولى تم سحبها من داخل الحفرة.